هو في حد يقدر يقاوم السمك البلطي خصوصا لو مقلي ومقرمش ومعاه رز صيادية كمان؟ النهاردة هوريكم ازاي تعملي الأكلة دي على أصولها من غير أي تعقيد، يعني أكلة آخر الشهر وأكلة آخر الأسبوع في نفس الوقت. قبل أي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا نبدأ. أول حاجة هنجيب السمك البلطي، أهم حاجة يكون معانا يكون نضيف ومغسول كويس. والسر في التتبيلة. التتبيلة دي أنا كنت حضرتها معاكم قبل كده وأنا كنت بعمل السمك المشوي. التتبيله في الرومي وفلفل الوان، وممكن لو حابه تجيبي فلفل حراق كمان مفيش مكبه، او في الهون، وتحطي عليهم ربع كوبايه خل، ربع كوبايه زيت صغيره، وهنحط معاهم ملح وكمون وكزبره وربع كوبايه عصير ليمون. بس كده التتبيله دي تحفه جدا، تنفع معاكي في حاجات كتير. يلا بينا نبدر السمك. انا هنا جبت نص كوبايه دقيق وعليهم معلقتين نشا كبار. مش هعمل اي حاجه تاني، مش هحط ملح ولا كمون ولا حاجه، علشان انا السمك متبلاه كويس من بره ومن جوه. طبعا سبته نص ساعه يرتاح في التتبيله عشان ياخد من طعم التتبيله. كده زي ما انت شايفاني كده انا ببدره كويس وكمان بنفضه عشان يعني الدقيق الزياده ما ينزلش منك في الزيت، فهيحرق لك الزيت، مش هتعرفي تحمريه كويس. وهقولك دلوقتي على سر لذيذ جدا هيخلي السمك معاكي مقرمش، لو بيتيه تاني يوم هيفضل مقرمش معاكي. بس احنا هنسيب بقى السمك شويه في الدقيق، يعني مثلا نص ساعه لغايه ما نحضر الرز. هنا الرز بتاعنا جميل جدا وسهل جدا جدا. هنعمل ايه بقى في الرز ده؟ رز صياديه. اول هنشوح البصل لغايه ما ياخد معاكي لون بني مكرمل غامق، يعني ما تخافيش، بس طبعا مش تسيبيه وتغطيه وتسيبيه بس كده، لا، هتفضلي تقلبي فيه كل شويه علشان كله ياخد لون واحد، مش مثلا مش اللي الجناب ياخدوا لون وفي جنب تاني ما ياخدش لون، لا، انا عايزاه كله لون واحد. اول ما تلاقيه غمق معاكي كده ما تخافيش، مش هيكون اتحرق ولا حاجه، تكوني محضره مقدار الميه اللي انت هتعمليه بقى الرز. انا هنا عامله كوبايتين رز، حطيت عليهم كوبايتين ميه. اول ما البصل يتكرمل معاكي او كده تروحي نازله عليه بالميه. بعد كده تكوني جايبه طماطمتين وسط كده وتكوني بشراهم بشر ناعم او ضرباهم في الخلاط بس تقيله، ما تخليهاش خفيفه. تروحي نازله عليهم في الميه والبصل. بعد كده احنا هنتبل بقى الرز بتاعنا. هنحط طبعا ملح حسب الرغبه، ربع معلقه فلفل اسود، ونص معلقه قرفه صغيره، ما تزوديش القرفه قوي عشان طعمها بيبقى قوي، ومعلقه بهارات سمك، وربع معلقه كمون. بس كده. اول ما يغلي هتروحي نازله عليه بالرز زي ما انت شايفه كده، وتروحي سايباه يشرب الميه، وتروحي موطيه عليه وحاطه طبعا تحتيه صاجه وتسيبيه يستوي. مش قادره اقولك هيطلع معاكي رز تحفه. وبرده يعني ابقي دوقيه، لو لقيتيه مثلا محتاج ملح هتزودي الملح بقى زي ما انت عايزه. كده نيجي بقى لقلي السمك. اول الاكله دي سهله جدا، انا بجيب طبق فيه ميه بس، ما بعملش فيه اي حاجه تاني، بكون مسخنه الزيت على نار متوسطه، ويكون سخن الزيت زي ما انت شفتي. بحط السمك في الميه بسيط جدا واروح مطلعاه على طول، ما بطولش على الموضوع بس، واسيبه بقى لغايه ما يستوي معايا واقلبه على الناحيتين. وبكده تكون اكلتنا خلصت النهارده. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله الرز جميل ومفلفل. وبصي معايا يكون السمك البلطي المقلي والرز الصياديه جاهز معانا، وبصراحه الطعم ما فيش اروع من كده.